السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف عصام، واليوم عندنا فيديو جديد. اليوم عندنا فيديو شرح درس الخلية النباتية والخلية الحيوانية. أولا، ما هي الخلية؟ الخلية هي أبسط وحدة في الكائن الحي، وهناك نوعان من الخلايا: خلية حيوانية وخلية نباتية. العضيات المشتركة: النواة، جهاز جولجي، فجوة، هيولي، جسيم حال، الشبكة السيتوبلازمية الداخلية، الجسيمات الكوندرية، وغشاء هيولي. وتختلف الخلية الحيوانية بجسيم مركزي. أما الخلية النباتية فتختلف بالجسيمات الريبية، الجدار الخلوي، والصانعات. تعرفنا الآن على مكونات الخلية الحيوانية والخلية النباتية والعضيات المشتركة بينهما. لكل عضية وظيفة حيوية خاصة بها. هل تعلم؟ تعد الخلية الحية أصغر مصنع حيوي. النواة مركز السيطرة والتحكم بالعمليات الحيوية في الخلية. الهيولي تتم ضمنها العمليات الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة في الخلية. الغشاء الهيولي ينظم حركة المواد من داخل الخلايا الحية إلى خارجها، وبالعكس. الجدار الخلوي يقدم الدعامة للخلية النباتية ويعطيها شكلا هندسيا. الجسيمات الكوندرية عضيات توفر الطاقة للخلايا الحية عن طريق حرق الغذاء. الفجوات أكياس غشائية لتخزين المواد الغذائية أو بعض الفضلات بشكل مؤقت، ويختلف عددها من كائن لآخر. الصانعات الخضر عضيات تتم فيها عملية التركيب الضوئي لإنتاج السكريات في الخلية النباتية. الجسيم المركزي يؤدي دورًا فعالًا في انقسام الخلية الحيوانية فقط. جهاز جولجي أكياس غشائية مسطحة يفرز بعض المواد الضرورية للخلية الحية ويغلفها لإرسالها إلى مواضع استخدامها. الجسيمات الحالة حويصلات تحوي أنظيمات هاضمة لهضم المواد والتخلص من العضيات التالفة ضمن الخلية. الشبكة السيتوبلازمية الداخلية مجموعة أنابيب لنقل المواد من مكان لآخر ضمن الخلية. الجسيمات الريبية تقوم بتركيب البروتينات ضمن الخلية النباتية. استنتجنا أن الحيوانات كائنات حية غير ذاتية التغذية، أما النباتات كائنات حية ذاتية التغذية لأن خلاياها تقوم بعملية التركيب الضوئي. شكرا لكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي لا يفوتكم كل جديد، ومع السلامة.